تحضيرا للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، نظمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بسيدي بلعباس حملة تحسيسية توعوية حول ترشيد الاستهلاك تحت شعار ترشيد الاستهلاك مسؤوليتنا جميعا نحو حياة أفضل. تهدف العملية إلى نشر ثقافة الاستهلاك، حماية المستهلكين، تعزيز التضامن الاجتماعي والحد من التبذير في المواد الغذائية، إلى جانب توعية المواطنين حول طرق اقتناء المواد الغذائية واستخدامها بشكل عقلاني. رمضان تاع عباده ما تحبش على لا شهر ما شقاش نشرو قد ما نحتاجو، كلشي راه متوفر، كلشي راه متوفر في السوق، نشرو قد ما نحتاجو، نيفيتو التبذير، نصوموا باش نعبدوا الله، باش نتقربوا الى الله. نعم، قضيه غاليه ماشي غاليه، حنا قالوا لكم هذا خونا هنا خاصه غير حبه يجي حبه باش الناس تعرف بلي الاسراف يعني حرام، ولكن احنا الهدف من وراء هذه الحمله الاساسيه اننا نبلغوهم باللي الانسان اللي باغي يشري 3 ليتات ما يشريش 3. الانسان اللي توصلوا رساله تاع ثقافه الاستهلاك هما قاعدين تعرفها، ولكن احنا الهدف تاع من وراء هذه الحمله الاساسيه هو ما يسمى بترشيد الاستهلاك. الحمد لله رب العالمين، العاقبه للمتقين لا عدوان الا على الظالمين. نحن باذن الله تبارك وتعالى في هذه الحمله التحسيسيه الهدف من ورائها اننا نبلغ المواطنين والساكنه اننا مقبلون على شهر فضيل هو شهر رمضان. حقيقه ان الانسان يشتهي في رمضان ويريد ان يتناول من الاطعمه ما تشتهيه هذه النفس، ولكن ليس لدرجه ان الانسان يدخل في باب هو باب التبذير والعياذ بالله. اخبرنا ديننا اننا لابد ان نرشد في الاستهلاك، حتى ولو كان الانسان يملك الارض ذهبا ويملك الأرض أموالا، ولكن ليس لدرجة أنه يبذر. اليوم نحن في بساحة أول نوفمبر بمدينة سيدي بلعباس برفقة شركائنا الفاعلين فيما يخص يعني حملة توعية وتحسيس لفائدة المواطنين للحد يعني من التبذير، خاصة نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك أين يكثر الاستهلاك الواسع للأغذية في الأسواق، يعني ولذلك وما ينتج عنه من رمي عشوائي يعني لمختلف الأطعمة، ولذلك نحن قمنا بهذه الحملة ومستمرون فيها إن شاء الله إلى غاية نهاية شهر رمضان المبارك المقبل إن شاء الله. نوعي المواطنين ونحسسهم بضرورة يعني الاستهلاك الرشيد، وشهر رمضان ليس شهر للأكل والأغذية بل شهر للعبادة.